دولة المماليك الجراكسة. ولما بنتكلم عن السلطان الظاهر برقوق ان بنقول هو مؤسس، يعني دولة المماليك بدأت من ايام ايبك في 648 هجري 1250 ميلادي، ده اول سلطان مملوكي يعتبر ايبك. لكن المؤسس الحقيقي لدولة المماليك هو رابع سلاطين دولة المماليك اللي هو مين؟ اللي هو الظاهر بيبرس اللي جه في سنة 1260 بعد ما الدولة قامت ب 10 سنين، يبقى في ال 10 سنين الاولين يعتبر شبه دولة، لكن ظاهر بيبرس هو اللي خلاها دولة في 1260. في بقى في سنة 1382 اللي هو تاريخ الراجل ده في 784 هجري 1382 ميلادي بدأت دولة المماليك الجراكسة. يبقى من 1250 ل 1382 الدولة الأولى بنسموهم المماليك الأتراك أو المماليك البحرية. من 1382 ل 1517 بنسميها دولة المماليك الجراكسة أو المماليك البرجية، اللي مين اللي بدأها؟ برقوق، وانتهت بإعدام مين؟ الأشرف طومان باي اللي اتعلق على باب زويلة. الدولة الأولى من 1250 ل 1382 دول 132 سنة. 132 سنة حكم فيها 24 سلطان مملوكي. الدولة الثانية من 1382 ل 1517 دول 135 سنة حكم فيها 23 سلطان مملوكي. يبقى 24 و23 كام سلطان؟ كلهم 47 سلطان. احنا بقى يهمنا الراجل ده اللي هو برقوق، ويعني ايه دولة المماليك الجراكسة؟ وليه النظام اتغير؟ ليه من الاتراك للجراكسة؟ ايه اللي حصل؟ دولة المماليك الأولى كانوا المماليك بيجوا فيها من أتراك وسط آسيا اللي هي البلاد اللي آخرها ستان، تركستان، تركمانستان، كازاخستان، أوزبكستان، وكانوا بيقولوا إن هم اتربوا، دي مقولة بس خاطئة، المعلومة دي خاطئة، اتربوا في قلعة المنيل في الروضة على بحر النيل فعرفوا بالمماليك الإيه؟ البحريه. المعلومه دي خاطئه ليه؟ لان كان في مصطلح المماليك البحريه موجود من قبل ما المماليك دي تتربى في قلعه الروضه، يبقى معنى ما كانش في قلعه المنيل في الروضه وكان في مماليك بحريه، يبقى هي لها علاقه دلوقتي ببحر النيل؟ ملهاش علاقه، هو لك تجارتهم كانت بتتم عن طريق البحر. المهم ان الدوله الاولى دي هي دوله المماليك الاتراك او الجنس تركي، والبحريه اللي هي النظام يعني او كده. طيب عند السلطان المنصور قلاوون، ده سلطان محوري. قلاوون وصل للحكم في سنه 1279 بعد ما الدولة حكمت بحوالي 29 سنة. قلاوون لما وصل للحكم هو اللي هيغير النظام بقى. هيعمل ايه؟ المماليك الأتراك اللي قلاوون منهم هيبصوا له إن هو أستاذهم ولا زميلهم؟ زميلهم، صح؟ هيبقى في احترام؟ فده من الأسباب. احنا لغاية النهاردة السبب مجهول هو ليه قلاوون اشترى مماليك جديدة، بس ده تخمين. ممكن يكون ان المماليك الاتراك زمايله بصوا له اشمعنى انت تحكم واحنا لا. يقوم قلاوون بقى يعمل ايه بعد ما يوصل بسنتين في 1281 هو حكم 1279 1281 بعد سنتين يبدا يشتري مماليك جداد من الجركس اللي هي البلاد اللي بين بحر قزوين والبحر الاسود، غالبيتهم من جورجيا. حتى بيقولوا متوسط راس المملوك الجركسي وقتها كان 115 دينار، تدفع 115 دينار تاخد مملوك جركسي. متوسط راس المملوك التركي كان 135 دينار، يعني فرق قد ايه؟ ده برضه بيقولوا من ضمن الاسباب، بس تفتكروا علشان يعني 20 دينار في الراس هو هيغير النظام ده كله؟ بيقولوا ممكن سبب اقتصادي، لكن الاسباب لغايه النهارده ان قلاوون ليه عمل كده كلها تخمينات. لكن اللي يهمنا ان قلاوون اشترى مماليك كتير من الجركس واسكنهم جنب منه في قلعه صلاح الدين، قلعه الجبل، في ابراج القلعه، فتعرفوا بالمماليك الايه؟ البرجيه. يبقى الجراكسه ده جنسهم، البرجيه ان هم ساكنين في ابراج القلعه. المماليك الجراكسه دول فضل قلاوون بقى يديلهم مناصب مهمه، بدليل ان احنا بنيجي نلاقي واحد منهم من الجراكسه دول وصل للحكم. حد يعرف هو مين؟ من المماليك الجراكسه وصل للحكم قبل ما الدوله تقوم. يعني في واحد كده طلع منهم وحكم، هو حكم 10 شهور و24 يوم، ما كملش السنه، اسمه بيبرس الجاشنكير اللي صاحب الخنقال اللي فين؟ اللي في شارع الجماليه. بيبرس الجاشنكير ده اغتصب السلطنه من ناصر محمد بن قلاوون، بس ده مؤشر لده. الكلام ده كان في سنه 1308، قلاوون جابهم 1281. 1308 يعني بعد كام؟ حاجه و20 كام، 27 سنه. بس ده نذير ومؤشر لقوه الايه؟ الجراكسه، ان في واحد منهم وصل. على فكره بيبرس الجاشنكير ده ما بيتكلم، جاشنكير يعني متذوق الطعام قبل السلطان، ده كانت شغلته وبعدين بقى سلطان. بس هو وصل لوحده ولا بالجنس بتاعه؟ يبقى الجنس بتاعه بقى ايه؟
بقى مؤثر. يبدا الناصر محمد بن قلاوون ياخد باله من الحته دي. الناصر محمد بن قلاوون اللي حكم 42 سنه يبدا ان هو يعني ايه، انا عايز الجراكسه بس مش بالقوه لدرجه ان واحد جركسي ممكن يوصل للسلطنه، لكن لما الدوله بتضعف يجي لنا بقى واحد في اواخر دوله المماليك البحريه اسمه برقوق. برقوق ده تدرج في المناصب، واضح ان هو كان ذكي جدا. يعني يقول لك ايه، تدرج من الجنديه الى امير طبلخانه دفعه واحده. عارف زي ايه كده؟ ان شفته لما رياض المنفلوطي كان بيقول انا كنت نقيب من وانا في اولى ثانوي، صح؟ اللي هو يعني يقول لك مثلا زي عبد الحكيم عامر مثلا، نط ترقيات كتيره لواء وهو عنده مش عارف كام سنه. فاللي هو من الجنديه يعني جندي عادي لامير طبلخانه. امير طبلخانه ده يعني مسؤول عن 40 مملوك. المفروض الاول ياخد امير 100 امير 10 الاول، امير 5، بعدين امير 10، بعدين امير طبلخانه. هو بقى لا في امير 5 ولا امير 10، امير طبلخانه مره واحده، امير 40، وبعدين امير مقدم 1000، وبعدين يفضل يترقى لغايه ما يبقى الاتابك. الاتابك اللي هو ايه؟ قائد الجيش، وزير الدفاع. فيجي برقوق وهو اتابك يعمل انقلاب على اسره قلاوون. اسره قلاوون بقى بسبب المماليك الجراكسه وسبب النظام اللي قلاوون ارساه ده، وان قلاوون هو شخص محوري ومؤثر في تاريخ دوله المماليك، قدرت ان هي تحكم 100 سنه الاسره دي. شوفوا قلاوون قعد في 1279، احنا بنتكلم بقى بعد اكتر من 100 سنه في 1382 يجي واحد من الجراكسه اللي هو برقوق اللي وصل لمنصب الاتابك يعزل حفيد قلاوون اسمه الصالح حاجي، وكان طفل صغير، يقعده ويبدا برقوق يبقى هو ايه؟ هو السلطان. بس برقوق هنا لما بقى السلطان مش هتبقى بقى زي بيبرس الجاشنكير، هو صحيح هيتعمل عليه انقلاب زي ما هنشوف دلوقتي، لكن برقوق هيقعد وكل المماليك اللي هيجوا بعد منه كل السلاطين هيبقوا منين؟ من الجراكسه بقى، الا في ناس من الروم او كده، بس اللي يهمنا ان الدوله الثانيه قوامها كله دوله المماليك الجراكسه. لذلك المؤرخين اصطلحوا ان هم يجوا عند تاريخ الظاهر برقوق وعند سنه 1382 ان هم يقسموا الدوله لدولتين. انتهت دوله المماليك البحريه او الاتراك، بدات دوله المماليك الجراكسه او البرجيه. في اي اسئله في الجزء ده؟